مرحبا بكم في تغطية استثنائية وميدانية من قلب العاصمة الرباط، حيث تشهد المدينة سباقا مع الزمن لإنهاء أهم وأضخم الأوراش الرياضية استعدادا لكأس إفريقيا 2025. في هذا الفيديو سنأخذكم في جولة حصرية داخل ورشات البناء لصرحين رياضيين ضخمين، ملعب الأمير مولاي عبد الله والملعب الأولمبي، حيث تتقدم الأشغال بسرعة كبيرة في كل من السقف الفولاذي، العشب الطبيعي، مرافق الVIP والبنية التحتية الذكية. استعدوا لاكتشاف تفاصيل تقنية وإنشائية غير مسبوقة حول مشاريع ترمز لطموح المغرب في التحول إلى مركز رياضي عالمي. مرحبا بكم مجددا في جولة حصرية داخل ورشات البناء لأهم صرحين رياضيين في العاصمة المغربية الرباط، ملعب الأمير مولاي عبد الله والملعب الأولمبي. نأخذكم في هذا التقرير إلى قلب الأشغال الجارية، حيث تتجسد رؤية المغرب المستقبلية في منشآت رياضية بمواصفات عالمية. نبدأ جولتنا من ملعب الأمير مولاي عبد الله، القلب النابض للرياضة المغربية، حيث تتواصل الأشغال بوتيرة متسارعة، وعلى مدار الساعة تم الانتهاء من تركيب الهيكل المعدني الضخم للسقف، مع تثبيت 19 عارضة فولاذية تشكل البنية الأساسية للتسقيف الجديد، وهو ما يعكس مدى التقدم المحرز في هذا الورش العملاق. وتواصل الرافعات الضخمة أداء دورها الحيوي في رفع الألواح المعدنية الضخمة، بينما يعمل الفنيون على تثبيت أنظمة الإضاءة الحديثة ذات الكفاءة العالية، والتي ستضمن إنارة مثالية لجميع أرجاء الملعب. أبرز الأشغال الجارية حالياً تشمل تركيب الألواح المعدنية الخاصة بالسقف والواجهة الأمامية، تجهيز نظام الإضاءة الداخلية والخارجية، تثبيت أنظمة صوتية عالية الجودة، بناء مرافق كبار الشخصيات 5VIP، تشييد مواقف سيارات تحت أرضية، تجهيز صالات الإعلاميين والبث التلفزي، تحسين البنية التحتية لتصريف المياه، تركيب كاميرات مراقبة ذكية، ونظام تتبع المقاعد الفارغة. وتشمل الأشغال الجارية في الملعب أيضاً بناء مرافق متعددة الاستخدامات مثل صالات كبار الشخصيات VVIP، وقاعات انتظار عصرية، ومرافق صحية بمعايير دولية، إلى جانب مواقف سيارات تحت أرضية مجهزة بالكامل. ومن أجل ضمان أعلى درجات الأمان والسلامة يجري تركيب مئات الكاميرات المتطورة التي ستغطي كل نقطة داخل وخارج الملعب، بالإضافة إلى نظام ذكي لمراقبة المقاعد الفارغة وضبط تدفقات الجماهير. في مستجدات هذا الأسبوع تم البدء في تغطية الواجهة الأمامية للملعب بالألواح المعدنية ذات التصاميم الحديثة، والتي ستمنح الملعب مظهراً عصرياً مميزاً. كما يتم حالياً تجهيز مناطق الإعلاميين ومنصات البث التلفزي، بالإضافة إلى تحسين قنوات تصريف المياه حول الملعب استعداداً لأي تغييرات مناخية. ننتقل الآن إلى الملعب الأولمبي بالرباط، حيث تسير الأعمال بنفس الحماس والدقة. تم الانتهاء بالكامل من أعمال التسقيف وتثبيت جميع الكراسي بالمدرجات باستخدام مقاعد مريحة وعصرية. الأرضية الآن جاهزة لفرش العشب الطبيعي، وتم بالفعل تسوية التربة وتهيئة نظام الري تحت الأرض. الأشغال الجارية حالياً في هذا الملعب تشمل تثبيت المقاعد بجميع المدرجات، تجهيز الأرضية بالعشب الطبيعي، إنهاء المنصة الشرفية ومناطق VIP، تركيب لوحات إلكترونية حديثة، إعداد نظام الصوت الداخلي، تحسين مداخل ومخارج الجماهير، تغطية الواجهات الخارجية بألواح معدنية وزجاجية، تجهيز المحيط الخارجي، أرصفة، مساحات خضراء، إنارة حديثة. المهندسون يركزون حالياً على تجهيز المنصة الشرفية ومناطق VIP باستخدام مواد عالية الجودة وتصاميم راقية تليق بزوار الملعب من كبار الشخصيات وضيوف الشرف. أما الواجهات الخارجية فقد دخلت مراحلها النهائية مع تثبيت ألواح معدنية وزجاجية تضفي على المنشأة طابعاً مستقبلياً. ومن بين آخر المستجدات تم بدء تركيب اللوحات الإلكترونية الحديثة وأنظمة المراقبة الصوتية وتحسين مداخل ومخارج الجماهير لضمان سلاسة الدخول والخروج يوم المباريات. كما يشهد الورش نشاطاً كبيراً في تجهيز محيط الملعب من أرصفة، مساحات خضراء، وإنارة خارجية متطورة. ومع اقتراب موعد كأس إفريقيا 2025 تسابق فرق العمل الزمن للوفاء بجميع الالتزامات وتسليم الملاعب في الوقت المحدد. المسؤولون عن المشروع يؤكدون أن نسبة تقدم الأشغال تجاوزت 80% في بعض المرافق، وأن هناك إشرافاً مباشراً من لجان تقنية وطنية ودولية لضمان مطابقة المعايير.
ملعب الأمير مولاي عبد الله والملعب الأولمبي بالرباط ليس مجرد منشآت رياضية، بل يعكسان رؤية المغرب لبنية تحتية رياضية متقدمة تستعد لاحتضان أضخم التظاهرات الكروية، من سقف فولاذي متين إلى عشب طبيعي بمعايير عالمية، من أنظمة مراقبة ذكية إلى مساحات ضيافة فاخرة. كل التفاصيل تم التفكير فيها بعناية. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الحصرية داخل أوراش البناء لأهم المنشآت الرياضية في الرباط. مشاريع ضخمة تسير بوتيرة سريعة، ومن المتوقع أن تصبح هذه الملاعب في المستقبل القريب من أبرز الوجهات الرياضية في العالم. مع اقتراب موعد كأس إفريقيا 2025، يبدو أن المغرب يواصل سعيه نحو تقديم بنية تحتية رياضية على أعلى مستوى. إذا أعجبكم هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد من داخل أكبر أوراش البناء في المغرب. وشاركونا آراءكم في التعليقات. ما الذي تتوقعون أن تراه في هذه الملاعب الجديدة؟ شكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة.